القيمة التسويقية للعيبة مصريين بيلعبوا في الخارج، الفكرة كلها ان هم حاطين 5 لعيبة واحنا عندنا اكتر من 18 لاعب مثلا بيلعبوا بره. في لعيبة متجنسة جنسيتين، واعتقد حسام حسن ما يعرفش حاجة عنهم اساسا، ولا الدوري المصري يعرف حاجة عنهم ولا المصريين. بس الفكرة كلها في تجاهل متعمد للاعب اسمه سام مرسي. دايما في الاعلام اسمع عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، مش عارف. طب وسام مرسي ده إيه نظام؟ ده بيلعب في الدوري الانجليزي حضرتك. فرقته ممكن تهبط، ولكن هو ماله؟ وهي فرقته ما دعمتش، فرقته ما عملتش، لكن هو لاعب، لا لاعب كويس. لاعب بيمتلك خبره، لاعب بيمتلك خبره، لاعب كويس جدا، كابتن الفرقه بتاعته. محدش بيجيب سيرته ومحدش بيتكلم عليه كلمه واحده. هتقول لي ليه؟ هقول لك مش عارف ليه. طبعا محمد صلاح كان بيتفوق بالقيمة التسويقية بتاعته عن كل اللعيبة المصريين، ولكن الكلام ده اتلغى لما عمر مرموش انتقل للسيتي. عمر مرموش أصبح في القيمة التسويقية الأولى 75 مليون يورو، وراهم يجي محمد صلاح ب 55 مليون يورو. محمود حسن تريزيجيه اللي راجع مصر خلاص، قيمته التسويقية كانت 7.5 مليون. أعتقد بعد ما جه مصر هتقل. مصطفى محمد 6 مليون يورو، واعتقد انها هتزيد كتير جدا لو انتقل لنادي كبير خلال الفتره الجايه. احمد سيد زيزو 4 مليون يورو، دي القيمه التسويقيه. طيب سام مرسي بقى، دخلت ودورت على القيمه التسويقيه بتاعته. القيمه التسويقيه بتاعته 3.5 مليون يورو. ليه بتتجاهلوه؟ ليه بيتم تجاهل لعيبه بعينها؟ عشان كده اقسم بالله ما هنعمل حاجه حتى لو وصلنا في اي حاجه في المنتخب. مش هناخد افريقيا. اسالوا الناس في الشارع هيقول لك نفسنا نعمل، بس مش هناخد افريقيا. مش هنعمل حاجه في كاس العالم برضو، لان انت منتخب ما بتقدرش الناس، فمش هتتقدر ومش هتعمل الانجازات اللي عملها قبليك الناس التانية.